ماشي كانش كاع لحشها الدوله قد هادو. نقولها بصدق، نملك عطبا بنيويا في سؤال الفرص الطبقي. واحد، جوج، نخلق برجوازيه غير وطنيه بيننا تقتات من التسهيلات الضريبيه ومن اتاحه مناخ الاعمال في خدمتها، ومن كتوقع ازمه لان المغرب تاريخ الازمات. جبد 65، جبد 81، جبد بدايه التسعينات مع مشكله صدام حسين، جبد 2011، جبد دابا جلسه 212. اعطيني التالي واحد بان دابا في الصوره لصالح الدوله. واش ماشي عيب قدام العالم اللي حط الكاميرا ديالو علينا وغننظموا كاس العالم وكنفوضوا امريكان واسرائيل على بلادنا على شعرتنا ويخرجوا الناس فيسبوك ماز وحدهم البرجوازيه والاثرياء وتيقول لك بغينا الرجو بغينا دار الامومه؟ واش هاد الاثرياء د البلاد اللي عطاتهم الدوله المغربيه كل شيء ما يقدروش يديروا دار طالب فيسبوك ماز؟ سيدي عزيز خنوش الان الله يزيدوا من اغنياء ان الله يزيدوا يعطينا شويه من اللي عنده الله يكثر خيره ويزيد سيدي رضوان. نعم تصور دابا سيدي عزيز وكان خدا شويه من الفلوس ويبني ثانويات وداخليات ومراكز ثقافيه في المغرب العميق ويسلمهم للدوله، واش ما غنحبوش؟ تصور خذ لي تالي من اثرياء المغرب اللي كياخذوا الاراضي باثمنه رمزيه ويبنيو السكن الاقتصادي ويبيعوه بالملايير وعايشين في العالم يكادون لا يغادرون طائره الا من اجل طائره اخرى. علاش ما يمشيوش يديروا المشاريع في الصحراء المغربيه اللي رديناها في سيدي فني وطرفايه والسمره وبوجدور وفي تشلا وفي الكويره وفي الكركارات؟ واش هاد الاثرياء تشدوا السياسه والاقتصاد والعقار والفلاحه والضرائب والاسيروس وجميع القطاعات وجالسين في طنجه رباط بكناس وعايشين في اوروبا اكثر من المغرب، وتجي السياسه وتجيو تاخذوا المناصب وترجعوا وتخلوا الفقراء يزدادون فقرا والمستضعفين يزدادون سوءا والدوله تتمحن والملك هز الهم بوحده وانتم كتبرعوه. صاحب شركات الفيسبوك في العالم كيتطوع وكيساهم ب 60% لفقراء بلده. اعطيني برجوازي مغربي دار شي مشروع عطاه للدوله، اعطيني شي برجوازي مغربي كبير دار مشروع في المغرب الاخر وعطاه للدوله. يديروا لنا راه ما عندناش مركز ثقافي، ما عندناش دار الامم، ما عندنا والو. هي كلشي على الدوله، تخليو الهم كله على الدوله. كتحميك الاجهزه الامنيه وتسهل ضريبيا وتعفى في الاقطاعات وولاد كيقراو في برا وربما جنسيه اجنبيه. ايوا انت ماشي كانش كاع اللي حشها الدوله قد هادو.